نهايات العلاقات اللي بيكون فيها كسر للست، والحالة دي بتكون حالة نفسية مؤذية بالنسبة للست، والست بتعتبر نفسها مظلومة ظلم كبير، وبتبدأ ان هي تشتكي، وبتبدأ ان هي تقول ان الراجل اللي انا كنت معاه في حياته وهو كان في حياتي ظلمني ظلم كبير. هل هذا يعتبر ظلم؟ الحقيقة انا مش بشوف ان هو يعتبر ظلم لسبب بسيط. انا بشوف ان اكبر ظلم ممكن يقع على الست ان واحد يبقى مش عايزها ويكمل معاها. مش يكمل معاها بقى لانه بيتسلى، بيكمل معاها لانه خايف عليها من الانهيار. احيانا بعض الرجالة بتفكر بالطريقة دي، ولكن في النهاية هو ده ممكن يكون أكبر ظلم يقع عليكي، أكبر ظلم يقع على الست، إن راجل يستمر في علاقة وهو مش عايز العلاقة دي. والعكس أيضا صحيح، أنت ما تقدريش إنك أنت تكملي علاقة مع راجل أنت مش عايزاه، ولو عملتي كده فيبقى أنت ظلمتيه، وفي وقت الحساب ما بينكم أنتم الاتنين هيقولك ببساطة كنتي قلتيلي أو كنتي فهمتيني إنك أنت مش عايزة تكملي العلاقة دي. فعشان كده بقول لا، هذا لا يعتبر ظلم لأي طرف للآخر، ولكن اللي احنا بنتمناه ان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، نكون محترمين في الدخول ونكون محترمين أكتر في الخروج. أتمنى أتمنى أتمنى. سلام.